مرحبا بكم. اليوم الخميس 17 مارس 2016 ونحن في شاطئ الكازينو، ونحب نعطيكم اليوم فكرة على شاطئ الكازينو اللي هو معروف صاحب العمل هذا، وباعتبار أن الشط هذا هو شط اصطناعي، هو فيريو في بداية الخمسينات من القرن الماضي. وشكل الحوض هذا أو الشط، نلاحظوا أن هناك حاجز من هنا على اليسار، حاجز على اليسار، وهناك أيضا من هذه الناحية على اليمين حاجز آخر. وعلى الشط من المفروض أن نلقاو حاجز هو اليوم مطمور تحت الحجارة التي ألقي بها في السنوات، في العقود الماضية أو في السنوات القليلة أو في السنوات الماضية. والعمل اليوم لاسترجاع هذا الشاطئ ولجعله فضاء يليق بصفاقس، ويجد فيه متساكني صفاقس راحتهم، ويكون بإمكانهم أن يقضوا صيفا وأوقاتا ممتعة به. هو من الضرورة اليوم، ضرورة يعني ضرورة أكيدة أنه الشط هذا اللي هو حوالي 300 متر يلزمنا من الشط كما تشوفوا هنا الحجارة من الشط إلى داخل البحر حوالي 20 متر من التلوث، وأقول من التلوث من الفوسفوجيبس. ولهذا لا بد من سحب هذا الفوسفوجيبس وتمكين سكان صفاقس من شط يليق بهم. هذا العمل ليس سهلا، يتطلب مجهودات، ومجهودات لابد أن تكون من طرف الدولة وتكون من طرف وكالة حماية وتهيئة السواحل التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة. إن شاء الله ديما نأملوا، لأنه في الصيف اللي فات جاء تقريبا 200 ألف زائر، والسنة من المفترض يعني لأنه الشط هو في الصيف هذا باش يكون أفضل وأقل تلوث، باعتبار الحركة اللي قام بها البحر مدة أشهر من أواخر شهر سبتمبر إلى اليوم قام بحركة المد والجزر. إذا نضاف شوية والماء باش يكون نظيف، وهذا أكيد. وبالتالي نتمنى أن الصيف هذا الناس تجي وتلقى الشط مهيأ بشكل يسمح للناس بالاصطياف وبالسباحة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.